الطبيعة دايما مليانة ظواهر غريبة، ولو الكاميرات ما صورتهاش في الوقت المناسب عمرنا ما كنا هنشوف لحظات زي دي. لكن النهاردة هنشوف لقطات حصلت في الطبيعة بنسبة 1 في المليار. أتمنى تكمل الفيديو للآخر علشان تشوف بنفسك قد إيه الطبيعة بتفاجئنا كل يوم. أنا محمود المغربي، ما تنساش دعمك للفيديو بلايك والاشتراك في القناة. صلى على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. في موسم حبوب اللقاح لأشجار الحور المنظر دايما بيكون بالشكل ده. الحبوب بتكون خفيفة جدا وبتنتشر بسرعة في كل مكان، وعلشان يتخلصوا منها بيضطروا يولعوا فيها زي ما بيحصل قدامكم كده. واو. اللقطة اللي قدامكم دي متصورة في جزيرة هاواي، وعاوزك تتخيل هنا تشوف الحمم البركانية وهي بتخرج وفجأة يظهر قوس قزح. على ما أعتقد مفيش أجمل من كده. المنظر اللي قدامكم ده أكيد أول مرة تشوفوه، وشكله بصراحة مش مفهوم في البداية، بس الحقيقة إن اللي شايفينه ده هو بيض الحبار البحري. وعلشان تبقوا عارفين البيض ده بيتم استخدامه في بعض الأكلات البحرية. أول ما تشوف المنظر ده هتحس إنها نافورة مية عادية، لكن في الحالة اللي قدامكم دي اسمها بحيرات الصحراء الثلاثة، وده لأنها بتفضل تطلع مية بنفس الشكل طول السنة ومن غير ما حد يعرف مصدرها. سبحان الله على عظمة ربنا. شايفين اللي بيحصل قدامكم؟ دول مش أي نمل، دول مجموعتين كل واحدة ماشية بخطة ونظام دفاعي كأنهم جيش مدرب. الدقة والانضباط في تحركاتهم يخليك تقول سبحان الله. تخيل معايا كده قوس قزح بالشكل المدهش ده قدام عينيك وعلى الطبيعة من غير فلاتر ولا تصوير. يا ترى لو كنت مكان الشخص اللي بيصور ده كان هيكون رد فعلك ايه؟ البرق هنا كان خلاص على بعد خطوة، لكن الشخص ده كان محظوظ جدا في اللحظة دي. تخيل تبقى ماشي وتلاقي المنظر الغريب ده قدامك. شبكة عنكبوت ضخمة جدا مغطية المكان كله، ودي مش شبكة واحدة، دول ملايين ويمكن مليارات من العناكب المنطاد. والظاهرة دي بتحصل دايما بعد الفيضانات. ويا ريت بعد المنظر اللي شفته ده تكتب سبحان الله في التعليقات. تخيل تبقى سايق العربية وفجأة يظهر لك الإعصار الضخم ده قدام عينيك. المشهد كان استثنائي وحجمه فعلا غير طبيعي. اللي قدامكم دي مش مجرد لقطة عادية، ده مشهد نادر لثوران بركان استمر أكتر من 11 دقيقة كاملين. الدوامة الرملية اللي قدامكم دي أكيد أول مرة تشوفوا حاجة زي كده. سبحان الله على المنظر وعلى طريقة الحركة بتاعتها. تحس إنك بتتفرج على مشهد من عالم تاني فعلا. الكسر في ماسورة المية، والنتيجة كانت غريبة جدا. كمية مية ضخمة اتجمعت تحت النجيلة وبقت تتحرك كأنها موجة ماشية تحت الأرض. أجمل حاجة في الأنهار المتجمدة هو الجمال اللي مستخبي تحت السطح. بصوا على المنظر ده كأنك داخل عالم تاني خالص. تخيلوا قوة الرياح هنا كانت عاملة ازاي. الشلال اللي قدامكم ده كأن المية فيه بتطل لفوق من شدة الرياح. ركزوا كويس في الصوت اللي طالع من البركان ده. صوت الغليان هنا مختلف تماما وكأنك واقف جنبه بالظبط. أكيد لما تشوف المنظر ده هتحس كأنك على كوكب تاني، لكن في الحقيقة ده ساحل موجود في جزيرة هرمز جنوب إيران، واللي بيكون من أجمل الأماكن السياحية اللي الناس بتروحها علشان تشوف الطبيعة. السحب اللي ظاهرة قدامكم دي اسمها السحب العدسية، وبتظهر لما الرطوبة تبقى عالية والهواء بيتحرك بشكل أفقي. شكلها ثابت بس في الحقيقة دايما بتكون في حركة. من أروع اللحظات اللي ممكن تشوفها النهاردة هي لحظة إطلاق السلاحف دي للبحر من تاني. بصوا على فرحتهم وهم راجعين لبيئتهم الطبيعية كأنهم راجعين لبيتهم بعد غياب طويل.
المنظر اللي شايفينه قدامكم ده لحظة خروج الكبريت من بركان حصل من حوالي 3000 سنة في طوكيو باليابان، ومن وقتها المكان محتفظ بجماله وغرابته، وده فعلا من الظواهر الطبيعية النادرة جدا. في مدينة كاليفورنيا بأمريكا في ناس بتسافر مخصوص علشان تشوف المنظر الأسطوري ده لأسراب الدلافين في رحلة الهجرة من مكان لمكان تاني. اللي قدامكم ده انهيار جليدي نادر حصل قدام الكاميرات في اللحظة المناسبة. كمية الجليد كانت مهولة والمشهد فعلا شكله كان جميل جدا. بصراحة أول مرة في حياتي أشوف مزرعة سمك بالمنظر ده. شايفين حجم السمك قد إيه؟ حاجة بسم الله ما شاء الله. انفجار البراكين دايما من أكتر المشاهد النادرة، بس اللي قدامكم ده مختلف لأنه من حوالي 800 سنة ما كانش حصل له صوران، وفجأة في مارس 2021 انفجر بالشكل ده، وساعتها خطف أنظار العالم. اللي قدامكم دلوقتي هو واحد من الأعاصير النادرة اللي تم تصويرها من الفضاء فوق المحيط الهندي، واللي كان وقتها مغطي مساحة ضخمة جدا من البحر. المشهد فعلا يخلي أي حد يتأمل في عظمة ربنا. في جزيرة كريسماس باستراليا أكتر من 100 مليون سرطان بحر بيهاجروا ناحية المحيط في مشهد خيالي بيستمر حوالي 18 يوم، وفعلا من أغرب الظواهر الطبيعية اللي ممكن تشوفها. ربنا يكون في عونكم يا رجالة وتوصلوا بالسلامة. لحظة الانهيار الجليدي اللي قدامكم دي نادرة جدا، وده بسبب الكتلة الضخمة من الجليد اللي ارتفعت مرة واحدة وبشكل مفاجئ. حجمها الكبير كان ممتد جوه البحيرة، ولما طلعت بالشكل ده كانت لحظة استثنائية فعلا وصعبة تتكرر. دي ظاهرة غريبة لكمية جراد ظهرت في كينيا سنة 2021، وساعتها كانت ضخمة جدا لدرجة انك تحس ان المكان كله اتحصر بيهم. انا متأكد انك اول مرة تشوف المنظر ده. أسراب ضخمة من الطيور المهاجرة عددهم ممكن يوصل لآلاف بيطيروا مع بعض في مشهد فعلا يخليك تسرح وتتأمل في قدرة ربنا. السحابة الحمراء دي ظهرت بشكل غريب جدا في مدينة بجنوب أفريقيا، واللي حصل ده يعتبر من الظواهر الطبيعية النادرة جدا. المشي على جسر متجمد بيديك إحساس وكأنك في عالم تاني. الجسر بالكامل متغطي بالتلج، وكمان المنظر حواليك فوق الخيال. البحيرات المالحة اللي قدامكم دي موجودة في سيوة بمصر. أول ما تنزل فيها جسمك بيبتدي يطفو بالشكل اللي شايفينه قدامكم ده، وأظن إن المنظر ده والتجربة اللي قدامكم هتخليكم تتمنوا إنكم تجربوها في يوم من الأيام. اللي قدامكم ده مشهد فعلا يخطف القلب. لآلاف من الطيور الفلامينجو متجمعة بشكل جميل جدا، واللون الوردي بتاعهم عامل لوحة فنية على سطح المية تخليك تسرح في جمال المنظر ده.